اليوم إن شاء الله بغيت نهضر لكم على موضوع سيكولوجية التغيير. علاش في نظركم التغيير تيجينا صعيب؟ كل واحد فينا جرب شي نهار باش انه يبدل شي عاده، يا اما ينوض بكري ولا يلعب الرياضه ولا ياكل مزيان ولا يتهلا في راسو. ولكن الا بغينا نكونوا صرحاء مع بعضياتنا، هاد التغيير ماشي سهل، ماشي بحيث ما عندناش الاراده ولا ضعاف، ولكن بحيث التغيير تحتضر تحدي كبير بالنسبه للدماغ ديالنا. الدماغ ديالنا تيحماق على الروتين. خاصك تعرف ان 40% ديال الحوايج اللي تنديروهم في النهار بحال شرب القهوه ولا نوضوا شي حاجه ناكلوها ولا نقلبوا في التليفون، هادو كلهم تنديروهم بلا ما نحسوا، بطريقه اوتوماتيكيه. هاد التصرفات الاوتوماتيكيه تتم الاداره ديالها في واحد البليصه في السيرفو ولا في المخ تتسمى سترياتوم. الدماغ ديالنا تيبغي يبقى في واحد البلاصه اللي هي معروفه، تيبغي يحس بالامان. داكشي علاش اي تغيير في العادات ولا تبديل في السلوكيات بحال الا كتقلب واحد النظام اللي هو قديم. الدماغ كاع ما تيبغي التغيير، وحتى ملي تنكونوا محسدين مزيان وخدينا القرار صافي تنقولوا هاد النوبه غادي نتغيروا، تيبقى واحد الصوت داخلي تيرجعنا للور. علاش؟ حيت حتى الاراده عندها حدود. الاراده كتكون في الكورتكس بريفرونتال ولا في الجزء المنطقي اللي كاين في المخ، هي اللي كتقول يلا نتحركوا، وقف الماكله، نعس بكري. ولكن ملي تنكونوا عيانين ولا مضغوطين ولا فاتيغي، هذيك الاراده تترجع للور وكتولي العادات القديمه هي اللي تتربح. ونزيدوا على هذا الشيء كله العواطف ديالنا هي واحد الطاقه اللي غير مفهوم. لاميغدال هو المركز ديال العاطفه. هذا المركز تيتاثر بالضغط، بالتوتر، بالعيا وبالقلق، ومن بعد تيخيا نقلبوا على شي حاجه اللي غادي تريحوا، ناكلوا شي حاجه حلوه، نتفاداو المجهود. وهذا الشيء راه ماشي ضعف، راه حاجه طبيعيه، لان الدماغ ديالنا مبرمج باش انه يقلب على الراحه. الدوبامين هرمون ديال المتعه تيخلي المهمه ديال التغيير تكون صعيبه. الدوبامين هو اللي تيخلينا نقلبوا على الحاجات اللي تعطينا داك اللذه الفوريه، ناكلوا الشكلاط، نهزوا التليفون، نتفرجوا في المسلسلات، وتيخلي العادات الجديده اللي بغينا نبنيوها تبان ممله وصعيبه. ولكن كاين واحد الخبر اللي هو مشجع، ان الدماغ تتبدل. هاد التبديل سميتو المرونه العصبيه او لا نيوروبلاستيسيتي. كل اختيار صغير تنكروه تيبني واحد الطريق جديده في المخ. كل مره انك اختاريتي تشربي تيزان عوض المناضه، ولا اختاريتي تخرجي ديري لا مارش عوض من انك تغيميوتي، تتبرمجي دماغك من جديد. ومع التكرار تيولي التغيير عاده. طبعا غادي يكون واحد الشد والجذب، العقل تيديك في اتجاه والعاطفه تديك في اتجاه اخر، وهذه لحظه صراع داخليه. ولكن شنو هو العامل اللي غادي يحسم؟ الدعم والمرافقه. ملي تكون محاط بناس يشجعوك، سواء اصدقاء ولا مجموعه دعم ولا حتى خبير صحي، وتتكمل حتى في الايام اللي تتحس بهم انك يائس، لانك تتعرف راسك انك ماشي بوحدك. وغادي نقول لك واحد المعلومه مهمه، راه الانتكاسه ماشي فشل، راه واحد المرحله ضروريه في طريق ديال التغيير. الا رجعتي للعادات القديمه ديالك راه ماشي مشكل كبير، المهم هو شنو غادي دير من بعد. واش غادي تحكم على راسك ولا غادي توقف وتنوض؟ التغيير راه واحد الكيمياء عقليه، راه واحد الميكس ما بين العادات القديمه، ما بين المشاعر، ما بين الاراده، ما بين اللذه والواقع اليومي ديالك. ولكن مع الوقت، مع الفهم، مع التكرار، مع الدعم، تيولي ممكن وطبيعي. ما تنقلبوش على المثاليه، ولكن تنقلبوا على الاستمراريه. بخطوه صغيره كل يوم غادي توصل باذن الله. تابعني للمزيد مع دوكمونا.